السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم شباب، شلونكم؟ شخباركم؟ جولة بالمحمية تفقدية للطيور. هذن البلاوي كبرن، هذن بلاوي الوخدود كبرن. هاي بالهوية القوية طارت، هاي مخليها جنتان، لازم متابعين قبل يعرفونها. هذا الزراعي وخليته لأن الثيل عندي شوية صار أصفر، هسه بدأ يطلع. اكو جماعة هم يقولون انت وين الثيل الزارع؟ زارع ثيل اخوان، بس الثيل لان غطيته وغلفت المحمية يعني بشكل يعني مثل مات. هسه بدأ يطلع نموات قليلة. واكو اخوان يقولوا لي انت ما زارع شجر داخل المحمية. لا زارع اخوان، زارع. هذا الشجر زارعه، بس عندي هذا زارع، وعندي شجر يعني بشكل شلون مات. هذا الصوت بعدين راح اشوفكم يا الطير اخر الفيديو ان شاء الله اشوفكم اياه. هاي ورد جمال، شوف هسه وقع وراكه وهسه جاي طلع من جديد. هاي الياسة، هاي شجرة الزيتون، هاي رمان. وانا اخوان ترى زارع متسلقات خارج المحمية هنا، يعني راح يصير هنا راح اتسلق هنا. يعني انا زارع ترى 3 شجرات 4 متسلقات، يعني مستقبلا يغلف المحمية ان شاء الله. خارج هذا الجدار من الحلوات. ها ترى ربع المحمية مسقفها، يعني من الحار من البرد يعني يقاومون هنا باي داخلها هنا يظلن الطيور ما يطلعن. كان مطر كان حار هنا ما يطلعن الطيور، يعني الباقي مفتوحة. هاي تشوفون هالباقي مفتوح. ها بس هذا مال الماي مخلي. هاي افراخ المحمية، العفو مال ملكي. هاي قبل فترة صورتها لكم. هاي شوف ايش قد حلو. هذا ثاني ما ندري وين رايح، هذا باق بس هو ثاني ما اعرف وين خاطر. لان افراخ البنغالي قبل فترة مصورتها لكم، اذا جاي تشوفوهن. هاي يوم هني يمن. اخوان وانا جاي اتعب واصور، يعني اشوف مشاهدات اكثر من المشاركة بالفيديو واللايكات. اخوان لايك ومشاركة، حتى صار لكم جديد انشر.
هذا الصغيروني شوفوا ايش قد حلو. هذا موبو. اللهم صل على محمد وآل محمد. نفرق تشاوه. لأن 3 أفراخ كان 4. واحد من جيت من الدوام لقيته ميت، ونظفت العش ورجعت مكان ما كان. اكو واحد من الاخوة قال لي شقد كلفت المحمية؟ خويا هي حسب الشغل راح تشتغله انت. يعني الحديد مثلا نقول يعني المساحة، حسب مساحة تشتغلها شقد. اللي ياخذ منك الحداد شقد. يعني هي كل من وشغله، العرض والطول كل من وشغله حبيبي ياخذ. فحبيبي هاي مو قياسات، انت تجيب لك حداد وشوف ايش قد ياخذ، اذا ما عجبك غيره. يعني هيج. هذا الكنار الوردة هذا يعجبني من يقع. شوف هذا البلبل ابو خدود. انا اتصور ذاك فحل لان انا كنت اربيهن. ذاك على القطيع فحل احنا مخشونه بيه. هاي النثيه انا قديم ببلاول يعني من انا صغير اجنب بلاول. هذا اتصور يعني نثيه وذاك الفحل. لان هن ما يتميزن بسرعة. المربي يعني اكو بيهم يعرفونه حسب التربية، يميزونه بأنه نثي أو ذكر. باقي البيت مخليني وقلة تفاح. نهاية الفيديو اكو مفاجأة اشوفكم اياها متابعين تدلون. هذني الطيور الحلوة شلون يطفون مرتاحات. اكو جماعة يقولوا لي يعني تصويرك مو واضح. انا لا برنامج ولا هيك، قبل اصور بدون برنامج او دقة او شي، بس عليت الاضاءة واصور لكم مجرد. هذا الحلو جاي ياكل وحده. صار مو اليفات اخوان لان جبته هو كبير بالعمر ما ينزل على يده ياكل. نزل يم اخوه.
هذا النبراخ البنغالي بس 2. اخوان هنا عنده فروخ بناجز بس صغار بعدهن، ولا اقدر اشوفكم وياهن لان عاليات مكانهن، يعني بطلع اروح لا اقدر اصعد لهن. هاي هنا بيضة عندي، بيضة هنا وهنا هم بيضة، راح اخليهن على راحتهن. البيض ما راح لا كسره ولا اغلق الاعشاش، خليهم براحتهن. هنزل اشرب مي. هذا فضحنا، من قلنا مفاجأة فضحنا، يوم يصيح. ان شاء الله حلقة وتعجبكم، تتفاعلون بيها، تدعمون القناة. شوف القعدة الحلوة، الكناريات. وهاي الطيور، هاي الدرة هندية. هاي الدرة الهندية نتيوة فحل، اخوان معروفة بعد. الافريقي يصير منقارة اسود، وهاي الدرة الهندية لونها احمر، وانا مربيها ترى الدرة، بس الافريقي مربي مو الهندي. يعني اذا تشوفون فيديوهات قبل ناشرهن تلقوهن على اليوتيوب، وياهن طول حوداء، ما يدلهن ولا بيناتهم مشاكل ولا شي. هاي اخوان، هاي البارحة جبناها. لا تدون معلومات تخص الدرة قولوا لي بالتعليق تدلون على الانتاج، على الاكل، على اي شي تردونه خصوص الدرة، انا عندي معلومات كاملة. تدلون سوينا حلقة تخص الدرة. هاي طول حوب، بناتنا مشاكل ولا شي وما عليهم، خليهم قفص صغير تقريبا متر وشوية، والعرض هم متر وشوية، الارتفاع هم متر وعشرين تقريبا، هن متر وعشرين متر وعشرين متر وعشرين. نسويلهم قفص صغير. هنا طيور حب، طيور حب عندي بدنا بقن، لأن ما يجنا طيور حب. اخوان حلوات تني.
وصوت حلو يعني وعالي. ولهنا نختم الفيديو. مع السلامة حبايب.